با مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني يفاجئ الجميع بعد وقوع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة رفقة منتخب بلاده ومنتخبي النمسا والأردن، ويكشف من سيتأهل من هذه المجموعة. لكن قبل ما نبص ونسمع قال ايه مدرب الأرجنتين سكالوني، ياريت تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة. ويا رب المنتخب الجزائري الحبيب وشقيقه المنتخب الأردني يتصدروا المجموعة ويعدوا هما الاتنين مع بعض للدور التاني في كأس العالم، ويكسبوا الأرجنتين والنمسا عشان يرفعوا رؤوس الأمة العربية. في أول تصريح لمدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعد وقوع منتخب الجزائر والأردن والنمسا مع منتخب التانجو، قال لوسائل إعلامية إنه متخوف جدا من مواجهة البلدين العربيين اللذين وقعوا معه في المجموعة، ويقصد هنا الجزائر والأردن. وقال: أنا لا أعرف طريقة اللعب العربية خاصة منتخب الجزائر، لا أملك عنها أي معلومات، وقد تعلمت من درس السعودية في مونديال قطر الكثير، بحيث يجب ألا تستصغر أي منتخب مهما كان ترتيبه عالميا. وزي ما سمعت منذ لحظات أن منتخب الجزائر يسميه الجميع محاربي الصحراء، يا رب يا ساتر، وهذا وحده يثير الرعب ويجعل قدمي ترتجفان. وكمان ترسانة منتخب الجزائر مليئة بلاعبين مهاريين ويلعبون في كبر الأندية الألمانية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وسمعنا الكثير عن نجوم هجومه عمورة وإبراهيم مازا وأنيس الحاج موسى، إنهم يمتلكون خاصية زعزعة أي دفاع في أوروبا وأحداث زلزال كبير في خطوط المدافعين، وبيسجلوا الأهداف من أنصاف الفرص. ولهذا يجب علينا أن نحذر منهم. فرصتنا في التأهل قائمة، لكن مباراة الجزائر ستحدد مصيرنا في المرور إلى الدور الثاني. ولا أنكر أبدا أنني متوتر وقلق بسبب وقوعه معنا.